مرحبا بكم في خيمتي. اليوم جبت لكم لي كيش، وصفه سهله اي افيك اون سول فارس. انا خرجت زوج انواع من لي كيش بواحد لاباط بزاف سهله، والاهم مام يقعدوا ولا يباتوا لاباط تقعد كروستيونت. اول شيء نبداو بلا فارس. في مقله حطيت شويه من زيت الزيتون مع حبه من البصل اللي قطعتها هكذا صغير، حطيت الملح، الفلفل الكحل، سكنجبير وإبيس خاص بالدجاج. من بعد زدت نص صدر نتاع الدجاج اللي كنت قطعته هكذا، ونقلي ونخلي الدجاج تاعي يطيب غير في الماء اللي يتلقوا السلق. دونك زدت زوج ربطات من السلق اللي كنت غسلته قطعته ونخليه حتى يطيب والسلق ينشف من الماء تاعو. من جهه اخرى راح نحضر لاباط. عندي 500 غرام من الفارينه، نزيد عليها مغرفه ماشي معمره من خميره الخبز، حطيت مغرفه صغيره من الملح، وفقست حبيبه تاع الولد الدجاج مع فنيجل من زيت الزيتون. نبسس الفارينه تاعي ونبدا نطم فيها غير بالماء، نعجنها 2 دقائق ونبدا نشكل في لي مول تاوعي. هاد لاباط نا با بوزوان دو سو لوفي ولا تريح، دونك نبداو نخدموا بها ديريكتومون. وهاد لاباط نتحصل على هاد القوام، تجي شاده روحها وطريه. دونك نبدا نشكل في لي مول تاوعي. حلوا العجينه تاعكم شويه رقيقه، ما يخفى لكم شي فيها شويه تاع الخميره، ونتقبهم بالفرشيطه. نجوزو لتحضير لاباغي كيش اللي يمد لنا طراوه لاكيش تاعنا. دونك في بول حطيت 2 حبات تاع الولد الدجاج مع 2 مغارف كبار من لا كريم فريش ايباس، وحطيت نص كاس تاع الحليب مع شويه من الملح والفلفل الكحل. نخلط هكذا غير بالفوي. دونك عمرت لي كيش بالزيتون كحل وخضر كيما راكم تشوفوا. حطيت شويه من الفخوماج، انا استعملت الفيتا، وعمرت هذوك الطوال درتهم بالسلق، والمدورين حطيت شويه من الدجاج اللي كان طاب وفي الماء تاع السلق وكنت فتته هكذا. ونبدا نعمر بلا باغايا كيش، وحطيت شويه من الفخوماج غابي، ونحطهم يطيبوا في الكوشه حتى يحمروا. وهاي ليك النتيجه بعجينه واحده وبافيك اون سول فارس. تانيك درنا 2 انواع من لي كيش، وحده تاع السلق والاخرين بالبولي. ما تنساوش تخليو ان كومونتير يفرحني ويشجعني، وابونيو.